مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل أسرة زملكاوي، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست زملكاوي. النهارده النجم اللي معانا أو الضيف اللي معانا هو واحد من اللعيبة اللي بدأوا في مراحل الناشئين، لكن ليه بقى قصة مختلفة وأكيد كلنا نحب نعرفها بالتفصيل. معانا النهارده الخضري. مساء الفل. مساء النور، مبسوط ان انا حضرتك النهارده. أنا اللي مبسوطة إن أنت معايا وعارفة إن أنت ليك قصة جميلة هنحكيها بالتفصيل. اكيد طبعا. بس قبل بقى ما نرجع يعني لبداياتك، خلينا ناخد بقى لحظة التتويج بالدوري. إحساسك بإيه كده وأنت بطل الدوري النهارده؟ طبعا اول دوري ليا مع نادي الزمالك، فاكيد مبسوط جدا يعني اللي انا اخدت البطوله مع نادي الزمالك. شرف ليا. الأجواء كانت صعبة صح؟ موسم صعب. اكيد طبعا، ظروف النادي كلنا عارفين الظروف اللي النادي بيعيشها، ظروف وقف القيد وبتاع، فاكيد البطوله ليها طعم يعني. زمان كده وأنت بتلعب بقى في الناشئين وبتلعب في مراحل البراعم، كنت تتخيل إن أنت في يوم من الأيام هتمثل نادي كبير زي نادي الزمالك وتاخد بطولة زي بطولة الدوري؟ لا، انا قبل ما اجي النادي انا كنت زملكاوي، فاكيد انا ما كنتش احلم ان انا البس تيشيرت نادي الزمالك يعني فانا خدت البطوله معاهم، فاكيد شرف ليا. أول مرة بقى شفت فيها تيشيرت نادي الزمالك ولبسته وقال لك يلا؟ انا ما كنتش انت مصدق نفسي، انا كان وانا صغير كان نفسي البس تيشيرت نادي الزمالك، فكان يعني كنت مبسوط جدا يعني. انت الأسرة عندك في البيت زملكاوية؟ هو مش قوي يعني، هو انا واخويا بس يعني، باقي الاسره امي ما بتتفرجش على الكوره، فابويا كان زمالك، ابويا كان اهلاوي. الجميل بقى اللي المعلومة اللي الناس كتير ما تعرفهاش ان انت كان ليك اخ برضه بيلعب في نادي الزمالك وبرضه سبق ليه التتويج بالدوري. اه احكي لنا كان. بقى الموضوع ده. هو انا بدات في مركز شباب منزل المكرم في فاقوس، فبعدين رحت ابن عم ابويا الله يرحمه جه شافني وانا بلعب في فاقوس، وداني فرقه اسمها بور فؤاد. قعدت معاهم موسمين، وبعدين حصل دروب اللي انا كنت عايز امشي وكده، فهم مرضوش يسيبوني غير بفلوس. فقعدت بقى في البيت سنتين، قلت ممكن ينزلوني من على السيستم وكده، فهم ما يرضوش يسيبوني غير بفلوس وكده، ففضلوا برضه يأيدوني، وقعدت سنتين في البيت. سنتين كاملين بطلت تقريبا فيهم انا كورة. اعتبر كنت ببطل كوره، انا كنت قاعد في البيت بس يعني ما بعملش حاجه. كنت متخيل ان انت اصلا هترجع تاني ولا كنت فقدت الامل؟ فاخويا جه بقى، اخويا كان بيلعب في النادي هنا، جه قال لي تعالى انزلك اختبارات زي اي حد، فنزلت اختبارات هنا في النادي، وكابتن نعمان سامي اختارني. ده بقى احب اشكره بجد، واقف معايا وقفه مش طبيعيه. جه اختارني في الاختبارات، مرنت معاه 6 شهور كامله من غير ما العب ماتشات، لان انا كنت متأيد هناك في بورفؤاد. كان بقالك سنتين مبطل تماما. بالظبط كده. قال لك لا انا عايزه. كابتن نعمان اصر ان انا ابقى موجود معاه في الفرقه، فكلم مسؤولين في النادي، بعدين كلموا مسؤولين في بورفؤاد، والموضوع خلص يعني في اخر يوم في الكيد في يناير. بما انك جبت سيره اخوك وانا كنت بسالك عليه ان هو كان لعيب في نادي الزمالك اه كان بيلعب، وبرضه اخد توج الدوري مع بالدوري، هو كمان فيريرا، خد كان دوري. بيلعب درجه اولى هنا مع فيريرا، توج بالدوري فعلا. انت اخوك هو اللي خلاك عندك طموح كده ان انت لا ممكن العب اه في هو نادي اللي الزمالك؟ اصر، ان انا اجي النادي هنا، وقال لي دي فرصه وما تتعوضش ان انت تبقى موجود في نادي الزمالك، نادي كبير، فاكيد يعني هو ساعدني في الحته دي يعني. وانتوا صغيرين بقى انتوا الاثنين كنتوا بتلعبوا بقى كوره مع بعض كنا بنلعب في تكسروا نفس البيت؟ مركز شباب اللي احنا من مدينه المكرم، احنا من واحنا صغيرين واحنا بنلعب كوره يعني. انتوا الاثنين من نفس المركز ولا هو لا مركزه هو ايه؟ كان، هو بيلعب 8 وهو بيلعب 6 يعني، وانا كنت بلعب 8، بس انا انا بلعب كذا مركز عنه يعني، هو بيلعب مركز واحد، انا بلعب هاف وباك ليفت ونص ملعب. نافع الزمالك انت قوي طبعا في الظروف دي، كل ما حد يقع بالظبط كده، هو دي انت حاجه بتسد. دي حاجه تميزني اللي انا بلعب في كذا مركز يعني. وانت صغير لعبت عديت على مراحل كتير قوي، مثلا مراكز كتير. انا مركز مش عارفه، لعبت انا مهاجم، بلعب لعبت لا انا كنت بلعب باك ليفت بور فؤاد، باك وجيت ليفت هنا. اصلا. يعني انا حته اللي انا لعبت مع الدرجه الاولى انا باك ليفت، فحته بور فؤاد دي ساعدتني في اللي يعني انا انت بدات من زمان كنت باك ليفت؟ بلعبها، بس ما كنتش بلعبها قوي يعني، كنت في كذا ماتش كده يعني انا بلعب برجلي الشمال، فهو لما المدرب في بور فؤاد احتاجني ان انا العب باك ليفت، هو لعبني باك ليفت، فالحته دي ساعدتني في الدرجه الاولى. ولما جيت هنا كنت قاعد فين اصلا اول مره بقى جيت هنا انا خلاص؟ انا كنت قاعد هنا في مركز شباب، قعدت في ميت عقبه مع اخويا كان واخد شقه هنا في ميت عقبه. كنت حاسس بايه بقى؟ يعني كنت حاسس ان موضوع الغربه ده اهون شويه عليك عشان انت بالظبط معاك يعني اخوك؟ لا اهون شويه، بالظبط كده، بس هي موضوع الغربه ده بيبقى صعب الصراحه، لانك بتبقى بعيد عن اهلك كلهم، بعيد عن باباك ومامتك، فاكيد الموضوع بيبقى صعب يعني. اول فتره دي كنت بتشوف اهلك كل قد ايه؟ انا اول فتره جيت الزمالك اه. قعدت مثلا 4 شهور، بعد 4 شهور مثلا. 4 شهور بس ما تقابلتوش خالص؟ ما كنتش بنزل فوز خالص يعني، كنت هنا على طول. ما كنتش بتروح وتيجي مثلا لا ببقى قاعد في القاهره هنا على طول يعني، ما كنتش بروح، مش يعني مثلا اهلي كان بيقول ما تنزلش، خليك هناك احسن يعني. ايه اصعب فتره عدت عليك غير الفتره بتاعه الايقاف؟ يعني فتره الايقاف دي كده كده طبعا ان انت ما بتلعبش خالص، دي فتره صعبه جدا، بس عامه اصعب فتره عدت عليك وانت مع نادي الزمالك كانت ايه؟ يعني ممكن تكون الفترة اللي فاتت دي، لأن أنا كنت بلعب واتصبت يعني، مثلا دي
كانت فترة صعبة عليا، كنت زعلان شوية. الموسم ده كان شكله عامل ازاي من بدايته كده؟ كان في اصلا تفاؤل بالنسبه لكم وانتوا داخلين الموسم، بعدين الموسم اتغير في النص، الجدول اتشقلب، بعد كده رجع تاني الزمالك. بص انا ما كنتش مع الدرجة الأولى في أول الموسم. أنا عانيت جدا في أول الموسم لأن أنا بدأت الموسم مع 2005 بإصابة، يعني أنا قبل الموسم بأسبوع أنا اتصبت في الخلفية. فأنا بدأت الموسم يعني في وش بص يعني ظروف صعبة حظك جدا، وحش. حظ صعب. فبعدين رجعت وكابتن معتمد جه اكلم النادي هنا اللي انا كان محتاج باك ليفت وكده، فكلموني ورحت قبل المعسكر بيوم. يعني قبل المعسكر بيوم اتمرنت معاه تمرينه وخشيت معسكر ولعبت الماتش على طول في كاس الرابطه. اول تمرينه دي بقى كانت بالنسبه لك ما ايه هي كانت لما اول ركبت؟ تمرينه دي معسكر، يعني انا دخلت معسكر على طول، ما اعتبر ما اتمرنتش تراي ماتش بيبقى تمرين خفيف. فجيت اتمرنت معاه تمرينه وتاني يوم كان ماتش في كاس الرابطه مع المصري، كنا كسبنا 2-0. بس احساسك ايه اول مره كده وانت بعد ما كنت بتتمرن مع انا ما ولاد كنتش صغيرين مره واحده بلاقي عبد الله لا ما كنتش السعيد؟ مصدق نفسي، ما كنتش مصدق نفسي ان انا بتمرن مع اللعيبه الكبيره دي يعني. كان احساس جميل يعني. مين اكتر لعيب بقى انت لما شفته في الملعب كده، يعني لما كنت بتشوفه زمان وانت صغير ودلوقتي وانت شايفه في الملعب عبد الله بالنسبة لك؟ السعيد طبعا، كلنا نبقى نفسنا نبقى زيه ونفس شخصيته، اللي هو بيتمرن جيم وكده، فاكيد كلنا بنتعلم منه يعني. واول معسكر بالنسبه لك قعدت فيه مع مين ومين اتكلم معاك؟ كنت قاعد مع سيد اسامه يعني. انتوا الاثنين مع بعض؟ كنا قاعدين مع بعض، سيد اسامه شخصيته كويسه فقعدت معاه يعني. وهاديه؟ اه وبيركز وكده يعني. ده ينفعك عامه لما تكون طبعا قاعد مع طبعا. لعيب هادي. طبعا بتخليك مركز تاني يوم في الماتش يعني. واول حاجه قالها ليك كابتن معتمد جمال كانت ايه؟ هو جه قال لي كان يعني احنا كاس الرابطه في ماتش، كان ماتش الاتحاد، كان لعبنا كله ناشئين. فالماتش ده انا كنت بعمل تكانن كتير يعني بنزل على الارض كتير. فهو جه قبل المحاضره نادى عليا وقال لي انا بدأك النهارده وكده ومفيش غيرك، بس انا اتفرجت عليك في اول ماتش كنت كويس وكده، بس انا مش عايزك تنزل على الارض كتير وكده يعني، وان شاء الله تعمل ماتش كويس. الحمد لله انا عملنا ماتش كويس وطلعنا كلين شيت يعني. كنا السيرد باك الحته اللي ورا كلها الاربعه اللي ورا كانوا 2005، فعملنا ماتش كويس وطلعنا كلين شيت. اول ماتش ليك لعبته الجمهور كان ماتش ايه؟ لو ماتش انت لسه فاكره. بتروجيت. احساسك بقى كان ايه لما الجمهور كده لا بينادي عليك في الملعب كله؟ هو الجماهير الماتش دوت نادى علينا انا ومحمد ابراهيم قبل الشوط ما يخلص ب5 دقايق. فانا جسمي اشعر قبل الماتش يخلص، ما كنتش مصدق نفسي ان الجماهير بينادي عليا. كمان نادي الزمالك جماهير كبير، بيقف جنب النادي في ظروف صعبه، فاكيد يعني شرف ليا ان هم نادوا عليا يعني. مين اول حد بتكلمه بعد ما تخلص ماتش؟ هو اخويا وعمي. عمي محمد ده بيتكلم معايا كتير وينصحني. هو معانا من وانا صغيرين انا واخويا يعني هو كان بيلعب كوره وكده ففاهم، هو دايما بيبقى معانا على طول. حاسس ان انت رحلتك ما كانتش سهله؟ اكيد طبعا، ما انا بقول لك الظروف اللي انا عشتها، قعدت سنتين في البيت، فاكيد الظروف كانت صعبه جدا يعني اللي انا عشتها. وكده ربنا كافئني في الفتره اللي انا بقى كنت مع الدرجه الاولى فيها يعني، ظهرت بمظهر كويس يعني وكده. مين قدوتك في الفريق؟ طبعا عبد الله السعيد قدوه مصر كلها. قبل بقى كابتن عبد الله السعيد، اسطوره بقى بالنسبه لك سواء بقى بره مصر او جوه مصر مين؟ بره مصر بره مصر مين اللعيب بقى اللي كريستيانو. بتتفرج عليه؟ كريستيانو آه. رونالدو. وجوه مصر؟ ما قلت لك عبد الله السعيد. برضه يعني حتى من قبل ما تلعب معاه انت بالنسبه لك كابتن عبد الله السعيد طبعا هو. عبد الله السعيد طبعا احسن لعيب في مصر. مين 8 بقى بره مصر انت بالنسبه لك ده قدوه ليك؟ نيستا. اختار بقى فنان يعني. بحبه. هنسال شويه اسئله سريعه. لو هسالك مثلا ان في حد من اللعيبه هنمسكه الدي جي في اوضه اللبس، هتمسكها لمين؟ احمد شريف. أحمد شريف ذوقه حلو في الاغاني. اه مين اكتر لاعب بيقف قدام المرايه كده يقعد يظبط شعره وبتاع، مهتم بلبسه؟ ممكن شيكو بانزا. مين اكتر لاعب في الفريق بياكل؟ بياكل ممكن الشناوي الحارس محمود الشناوي. بياكل اي حاجه، بيضرب اي حاجه؟ هما بيقولوا كده. انت ما شفتش؟ لا كنت معاهم بس حسام عبد المجيد يعني بيهزر معايا. بس انت ما شفتش بعينك بس بتقول زيهم. آه. سمعة طلعتها عليه وخلاص واحنا قاعدين أيوة، كده يعني. طب أيوة. حلو. هو بيحب الاكل. لو هتدخل خناقه هتاخد مين من الفرقه؟ 3 لعيبه تاخدهم معاك في الخناقه دي، تدخل بمين بقى؟ 3 لعيبه. ممكن اخد محمد اسماعيل، او ممكن اخد لوينش ومحمد ابراهيم. اكتر لاعب بيهزر وبيضحك في الفرقه وبيقعد يبعت ميمز وحاجات سامع كده، عبد المجيد. بيبعت لكم ايه ولا بيقول لكم ايه؟ لا مش ببعتين، هو بيفضل يهزر، بيفضل ينكش الناس وكده، بيهزر يعني دمه خفيف. لو بعد 20 سنه دخلت تتمشى في متحف نادي الزمالك، متخيل ان يكون في ايه من المتعلقات الخاصه بيك انت؟ التيشيرت بتاعي او الستارز، الاتنين دول يعني.
ان شاء نفسك الله تشوفهم في الملعب؟ باذن الله، يعني شرف ليا. ان شاء الله تحقق كل اللي نفسك فيه. انا عايزاك تقولي بقى طموحك ايه مع نادي الزمالك. انت حققت دوري غالي ودوري اعجازي، بس انت طموحك ايه مع نادي طبعا الزمالك؟ مش اول بطوله ان شاء الله احقق مع نادي الزمالك، نفسي احقق بطولات كتير مع نادي الزمالك يعني وابقى موجود في نادي الزمالك على طول يعني ان شاء الله. نفسك ايه تاني يتحقق؟ ودوري ابطال افريقيا ان شاء الله السنه الجايه باذن الله يعني. متفائل اصلا الموسم الجاي لنادي الزمالك؟ اكيد مفيش حاجه صعبه على نادي الزمالك، احنا خدنا الدوري في ظروف صعبه، اكيد مفيش حاجه صعبه على نادي الزمالك، والزمالك بيحب الصعوبات طبعا. وانت حاسس ان هيبقى ليك دور في الموسم الجديد؟ باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يبقى حظك حلو في الفتره اللي جايه، ان شاء الله وعايزة- ويبعد عننا الاصابات. وربنا يبعد عنك الاصابات ويبعد عنك الظروف الوحشه. انت كان حظك وحش، بس انت مسيره مشرفه ومسيره ناجحه، وانت لعيب كبير، وان شاء الله ربنا يوفقك. عايزك تقول قبل ما اختم كلمه لجمهور نادي الزمالك. طبعا جمهور نادي الزمالك واقف مع الفرقه في ظروف صعبه، احب اشكره، واحب اشكره على الوقفه اللي وقفه مع نادي الزمالك، يعني الدوري ده اصلا هم اللي جابوه يعني. بس بتتابع الناس بتقول ايه عليك ايه على السوشيال ميديا، ولا ما بتدورش على طبعاً. اسمك؟ لا طبعا لما كنت بلعب كان الجماهير بيتكلم عليها بشكل كويس، فاكيد انا بحب اشكرهم يعني. انا اللي بشكرك جدا، وبشكرك ان انت آه. فتحت لنا كده قلبك واتكلمت معانا عن تفاصيل كتير الناس كان لازم انا تعرفها انبسطت عن ان انا مسيرتك. حضرتك النهارده. لا انبسطت كتير جدا. بشكرك جدا وبتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله حظك في السنين اللي جايه يبقى افضل بكتير، ونيجي هنا في اوضه اللبس ونسجل حلقه وانت واحد من اساطير نادي الزمالك. ان شاء الله باذن الله. دي كانت حلقتنا النهارده مع واحد من نجوم نادي الزمالك. نشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده من بودكاست زملكاوي.